السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوش اللفة الجميلة في القناة واللايك للفيديو والمشاهدة، ربنا يسعدكم. وهلت علينا طبعا نفحات رمضان وجمال وحاجته. زي ما انتوا شايفين كده، انا ما اشتريتش اي حاجة طبعا، انا كنت في مشوار ودخلت بصراحة كده قلت ابص بصة البنت اللي هناك ذوق وجميلة جدا، ربنا يحفظها، واسعارهم حلوة قوي ما شاء الله. طبعا انا من عشاق الفخار والحاجات دي. عايزه اقول لكم عندهم حاجه رمضان اللهم بارك جميله جدا ما شاء الله. يعني بصوا اسعارهم حلوه قوي. قالت لي اتفرجي، وقلت لها انا مش هشتري بصراحه دلوقتي لان طبعا ما كنتش عامله حسابي. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغكم يا رب رمضان اعواما كثيره يا رب العالمين، اللهم امين، ويحفظ ولادكم. وطبعا الحمد لله رب العالمين. يعني بصوا، على اي وضع نحمد ربنا والحمد لله. طبعا الحاجات دي طبعا كنت في مشوار وصورتها، جيت طبعا البيت لاني بصراحة كنت لسه الولاد مفطروش. وزي ما انتوا شايفين كده هعمل قهوة بلبن، لان بصراحة يعني حاجة كده بعشقها عش. طبعا هنعمل النهاردة مع بعض حمص الشام. عايزة اقول لكم الفيديو ده النور قطع عليا حوالي 3 مرات. هنعمل النهارده وصفة محمص الشام. بس تعالوا، انا حبيت اقول لكم هنعمل ايه. تعالوا بس معايا كده نعمل فطار بسيط ولقمة، وهنعمل حمص الشام مع بعض، وهنعمل كمان كيكة ان شاء الله مع بعض. وصفتين سهلين جدا. بس قبل اي حاجة صلي لي على النبي لو وصلتي معايا لحد هنا. طبعا كان النور قطع وجه يعني. عاوزه اقول لكم يا جماعه بجد، موضوع النور ده في الشتاء عندنا ما كانش بيقطع، مش عارفه في ايه. لو عندكم زينا كده النور بيقطع كتير قولوا لي، يعني النور بيقطع عندكم كده زينا كتير ولا ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. طبعا حمر بطاطس وكان في جبن ومشي حالك اي فطار. طبعا الولاد قاعدين طبعا عشان طبعا الامتحانات خلاص خلصت، فربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين. معلش انا الفيديو علق معايا لان بقول لكم بجد بجد كنت بصراحة النور كان موترني جامد، ومش عارفة كان ايه اللي حصل بصراحة، لدرجة ان انا يعني صورت الفيديو مرتين مش عارفة في ايه. بصوا هنا شايفين، ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين، اللهم امين. معلش لو الفيديو طويل شويه، بس انا غصب عني علشان خاطر بقول لكم النور لخبطني. طبعا عملت الكيكه برضو والكهرباء كانت قاطعه، والحمد لله رب العالمين على كل حال. لو عاوزين طريقه الكيكه قولوا لي وانا اعملها لكم ان شاء الله باذن الله. اعمل لكم فيديو مخصوص ليها لان النور عملها معايا ومعرفتش اصور الفيديو بالكامل. طبعا كنت عامله كيكه وحمص الشام لان كانوا بصراحه ولادي طالبينها مني، في اللي كان عاوز حمص الشام وفين اللي كانوا عاوزين كيكه. ربنا يا رب يبارك فيهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويحفظهم لنا يا رب، اللهم امين، وما نشوفش فيهم شر يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى اعمل لكم الحمص الشام بطريقه بجد جباره، يعني بطريقه حلوه قوي. اعمليها ومش هتندمي. بس لو وصلت معايا لحد هنا صلي لي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. زي ما انتم شايفين كده عفوا يا حبايبي، معايا نص كيلو حمص شام بليته طبعا ليله كامله. معايا طبعا فلفل اخضر وعصرين الليمون طبعا، ومعايا طماطم ومعايا توم ومعايا بابريكا ومعايا شطة ومعايا ملح. زي ما انتوا شايفين كده اهو الحمص اهو شايفين. هنا عصرت عصير 2 ليمونة. اقول لكم هنحط الليمون ده فين دلوقتي وهنستخدمه ازاي، بس خليكم ماشيين معايا خطوة بخطوة وان شاء الله هتعملوا احلى حبة يعني حمص شام جبارين. بنحط توم وبصل وطماطم وفلفل اخضر، وعايزه اقول لكم بيبقوا حاجه كده اللهم بارك زي العسل، ربنا يحسن ما بين ايدكم. تعالوا كده نسمي الله يلا. هننزل طبعا الميه تكون بتغلي، هننزل بالحمص بتاعنا، وتكون طبعا بعد ما غسل نقعناه ليله كامله طبعا. طبعا الحمص ده يا جماعه كام نوع، النوع اللي انت عايزه تجيبيه، بس نصيحه مني انصحكم هاتوا النوع الحلو، لان بصراحه قبل كده جبت نوع طلع مني مش حلو خالص. طبعا الكمون اساسي
اساسي في حمص الشام. ربنا يحسن ما بين ايدكم يا رب جميعا. نزلت بحمص الشام، وطبعا قشر الليمونتين اللي احنا عصرناهم ما بنرميهمش، بنحطهم مع الحمص. وعايزه اقول لكم الطريقه هتعجبكم قوي، وجربوه ومش هتندموا. بصوا شايفين الجمال؟ هنا بقى اهو بنحط الليمون. تعالوا بقى بعد ما حطينا الليمون ما بنغطيش الحله قوي. ليه مش بنغطي الحله قوي؟ هقول لكم ليه. بصوا احنا كده حاطين اهو، بصوا شايفين؟ لما بيغلي بغطي واقعد اشيل في الريم، اقعد اشيل في الريم. طبعا ليه بشيل الريم؟ تعرفين طبعا ان الريم مش صحي وهيبوظ وصفتنا. بصوا شايفين؟ ما بنغطيش الغطا كامل. طبعا مش بنحط الحاجات دي كلها، اللي هو الليمون والكمون والشطة والبابريكا والبصل والثوم والحاجات دي، الا شوية كده وهنحطهم نطحنهم في الخلاط طحنة حلوة. خلاص حمص الشام داخل على سوا اهو، ماشي. طحنت باقي المكونات كلها مع بعضيها، البصل والفلفل والطماطم والثوم. وطبعا بسمي الله وبصلي على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبنزل بكله مع بعضه، طحنت كله الليمون وكله اللي كنت عصراه. ووصفه سهله وبسيطه، يا رب تكون خفيفه على قلوبكم. وعايزه اقول لك بقى، عاوزه تقولي عليه حمص الشام قولي، عايزه تقولي عليه حلبسه قولي، يعني هو ليه كام اسم. بس اللهم بارك. جربي وصفتي دي وان شاء الله هتعجبكم قوي باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدكم يا رب العالمين جميعا. طبعا هسيبه كده ايه يغلي حوالي 10 دقايق. وعايزه اقول لكم انه يعني من الحاجات اللي بتدفي والحاجات الحلوه قوي. ربنا يحسن ما بين ايدكم يا رب، اللهم امين. طبعا هنا عملت بشطه، وهنا عملت كمون كده وليمون. انتوا عارفين بقى كأن الولاد ايه بره، حبيت اعمل لهم جو كده. ربنا يبارك فيهم يا رب ويسعدهم. والليمون كده على الوش. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. ربنا يحسن ما بين ايدكم جميعا. وبالله عليكم المشاهدة للفيديو. ربنا يسعدكم يا رب العالمين في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.